بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي واخواتي في كل مكان، اهلا بكم في قناتكم قناه توفير ست البيت، وانا اختكم سوزان. كل اللي اشترك في القناه دي نورتوني، وجودكم وتعليقاتكم بتسعدني جدا. فيديو النهارده الحبايب اللي مهتمين بتربيه الفراخ البيضه، خصوصا في فصل الصيف. لو هتربي فراخ بيضه في فصل الصيف يبقى الفيديو ده مهم جدا ليكي، وكملوا معايا الفيديو للاخر. الاول قبل ما اقولك ايه الموانع اللي ممنوع نعملها خالص في فصل الصيف، النهارده عمر الفراخ بتاعتي 5 ايام، وانا بصور دلوقتي يا بنات الظهر. طبعا العمر الفراخ لسه صغيره، فلسه ما جوعناش، فمش هنشيل الاكل من قدام الفراخ في الظهر. دي من الموانع بتاع فصل الصيف. حطيت على الميه، حطيت ليمون وخل عشان الاجهاد الحراري. رفعت اللمبه شويه، عينك دايما تكون على الطيور او على الفراخ بتاعتك، خصوصا الفراخ البيضة في فصل الحر يا بنات. الفراخ ممكن تتحمل البرد بس ما بتتحملش الحر. طبعا الليمون كله فيتامين سي، بيعوض الفراخ عن فقدان الاملاح بسبب الحر، وبيقلل الاجهاد الحراري، بيرفع مناعة الكتكوت خصوصا في اول اسبوع، وبيحسن الهضم، وبيخلي الفراخ تاكل كويس، بيقلل نمو البكتيريا في المية، فبيخلي الفراخ نشيطة بدل الخمول اللي بيجي من الحر. وطبعا ما بنكترش، يعني ده لتر من المية عصرت عليه نص ليمونة، نص ليمونة صغيرة يا بنات. الخل مضاد سموم ممتاز جدا، بديل مضاد السموم البيطري، مطهر طبيعي للأمعاء، وبيمنع الإسهالات، وبيحسن الهضم، وبيظبط الحموضة في الجسم. حوالي سنتي للتر المية. ركزوا كده في شكل الفراخ في أول الفيديو. طبعا انا دخلت في الفتره بتاعه الظهر، رفعت اللمبه يا بنات، الفراخ ما بتاكلش خالص. مجرد ما بداوا يسحبوا في الميه بالليمون كده بداوا ياكلوا. الاجهاد الحراري اللي عندهم بدا يقل تدريجيا. طبعا انت عينك تكون على الفراخ باستمرار زي ما اتفقنا. تعالوا بقى اقول لكم موانع الصيف اللي لو انت بتربي فراخ بيضه في الصيف لازم تتبعيها. اول حاجه يا ست الكل، العلف ما يكونش موجود في المكان اللي بتربي فيه الفراخ. درجه الحراره بتكون عاليه، بتكوني مقفله على قد ما تقدري، فالسخونيه بتاع المكان بتتلف العلف وبتزود نسبه السموم فيه، فهتلاقي فيه موت مفاجئ او نفوق في الدوره مفاجئ، يعني ما تعرفيش ايه السبب إيه. وعلى فكره سواء بط او فراخ، العلف لازم يكون في مكان رطب، يعني مكان جيد التهويه، مش مكان سخن. الأعشاب اللي ممنوع منعا باتا نستعملها طول الصيف: الشطة، الجنزبيل، القرفة. الشطة بنستعملها هي والقرفة والجنزبيل طول فترة الشتاء عشان تنشط الفرخ، تدفي جسم الفرخ، تزود نشاطه. لكن في الحر ممنوع، بترفع الحاجات دي، بترفع درجة حرارة جسم الفراخ، بتزود الإجهاد الحراري، وممكن تسبب التهاب في الأمعاء، تخلي الفراخ تفتح بقها أكتر وتنهج. خصوصا الشطة يا بنات، الجنزبيل والقرفة كمان. الجنزبيل والقرفة أعشاب دافية، يعني ايه؟ يعني بتستخدم في الشتاء علشان تدفي الفراخ، تنشط الدورة الدموية، تزود الإحساس بالدفء. لكن في الحر بتزود سخونة جسم الفرخ، بترفع الإجهاد، ممكن تقلل الأكل وتسبب خمول. مش كل الأعشاب تنفع في كل الأوقات، في حاجات للشتاء وحاجات للصيف. للصيف نستخدم حاجات مرطبة ومهدية زي الليمون والخل وعليهم الكركديه. الشتاء نستخدم الحاجات الدافية زي الجنزبيل والقرفة والشطة. بعد الأعشاب، المية في الصيف لازما أقل حاجة تتغير كل ساعتين 3. المية تكون متجددة وباردة نسبيا. المية السخنة بتعمل خمول، بتعمل إسهالات، بتسبب نفوق، فلازم على الأقل كل ساعتين 3 السقاية تتغير يا بنات. وما نحطش تلج بكميات، يعني مكعب 2 كده على سقاية 2 لتر. تالت حاجة الزحمة، المكان الضيق في الشتاء بنضيق على الفراخ، يعني المتر في متر ممكن نربي فيه 10 فرخات في الشتاء. لكن في الصيف ما ينفعش خالص، في الصيف لازم نوسع على الفراخ، خصوصا في العمر الكبير. 4، ودي أساسية المفروض كانت تتقال في الأول، وهي التهوية. ممنوع نقفل الشبابيك أو التهوية حتى لو خايفة عليهم. الحر أخطر من الهوا على الفراخ. فتحة التهوية عندك عبارة عن شباك، باب، بلكونة، أيا كان، طول اليوم بتكوني فاتحاها على آخرها طول الفترة بتاعة الحر. بتيجي من بعد المغرب تبدأي تصغريها، مش هنقفلها تماما، بنصغرها بس بحيث ان الهواء بالليل بيكون الجو بيكون رطب بالليل عن فترة النهار. نيجي بقى للأدوية يا ست الكل، زي الفيتامينات والمضادات الحيوية.
زيادة الفيتامينات في الحر ناس كتير بتفكر انها حاجة كويسة، لكن في الحر ممكن تجهد الكبد، خصوصا الجرعات العالية والمضادات الحيوية بدون سبب. دي كارثة بتضعف المناعة مش بتحل مشكلة الحر نهائي. فبديل الحاجات دي كلها أعشاب طبيعية بنستعملها، زي البرتقال، زي الليمون، زي عصير الكركديه أو مشروب الكركديه. طبعا ما بنضيفش عليه سكر يا بنات، السكر من الممنوعات كمان في الصيف. لما بنضيف السكر في المية بكميات كبيرة بيعمل لزوجة، بيشجع البكتيريا على النمو وبيضر الفراخ. نيجي بقى للحاجات اللي ممكن نستعملها ولكن في فترات معينة، زي البصل والثوم والحلو. الحاجات دي بتسخن الجسم وبتعطش الفراخ، فهنعمل وصفة البصل او الثوم او هنضيف حلبة عشان زيادة الوزن. يبقى الوصفات دي كلها في الفترة بتاع بالليل. فترة النهار ممنوع اي اضافات غير العصاير اللي قلتلكوا عليها: ليمون، عصير برتقال، كركديه. دي الاضافات اللي ممكن تضيفيها على المية خلال فترة النهار. اي اضافات تانية او علاجات او اي وصفة هننزلها للفراخ تكون في الفترة بتاع بالليل، سواء على اكل او على مية. كده كده الاكل بعد عمر ال10 ايام بنبدأ نجوع الفراخ نص ساعة بنص ساعة، بعد كده معاك لحد 5 و6 ساعات. طول الفترة اللي هي بعد الساعة 10 لحد بعد العصر انت تكوني شايلة الاكل تماما من قدام الفراخ. طب دي مش فترة كبيرة يا سوزان؟ لا مش فترة كبيرة. الجو لما بيكون حر والفراخ بتاكل وتسحب في مية بيحصل مشاكل كتير جدا. والإجهاد الحراري ممكن تدخل على الفرخ تلاقيه ميت فجأة من غير أي مقدمات. فما فيش مشكلة خالص ان احنا نشيل العلف من قدام الفراخ طول الفترة اللي درجة الحرارة مرتفعة فيها، وهي من الساعة 10 لبعد العصر. لكن المية طول اليوم وطول الليل قدام الفراخ بنغير المية باستمرار. المية دايما تكون باردة. المية السخنة بتعمل مشاكل وإسهالات للفراخ. العسل كمان يا بنات من الحاجات اللي ما نقدمهاش لا على علف ولا على مية طول فترة النهار. ممكن ننزل للفراخ بالعسل بالليل. ان شاء الله تابعوا معايا دورة الفراخ في تربية الفراخ في الصيف، وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل في وقتها، وامتى ننزل بالاعشاب دي وامتى لأ، وبكميات قد ايه. اللي تابعنا في دورة الفراخ اللي ربناها لرمضان كان شايف ان احنا بننزل وصفات وخلطات يوميا، لكن في الصيف الوضع بيكون مختلف تماما. انا عن نفسي بحب تربية الشتاء عن تربية الصيف. الشتاء انت بتأكلي الفراخ كل حاجة، اهم حاجة تكوني مدفية والمكان متهوي والفراخ عندها نضيف. لكن في الصيف المعاملة بتكون مختلفة تماما، واقل غلط بيضيع لك الدورة كلها. كده اكون جمعت موانع الصيف كده. والله يا بنات يعني انا بحاول افتكر وانا بسجل الفيديو، الفكرة جات لي فجأة، فممكن اكون نسيت حاجة او حاجة وقعت مني. فاللي عنده اي حاجة من موانع الصيف يسيبها لنا في التعليقات، زي ما اتعودنا كلنا بنستفاد من بعض، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك يا امارات، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ودعوة حلوة لاختكم سوزان، ولكم بالمثل بامر الله. ولو طبقت الكلام ده يا ست الكل ان شاء الله مش هيبقى فيه نفوق ولا هيبقى فيه اجهاد حراري، هتحافظي على الفراخ بتاعتك طول فترة الصيف، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. ركزوا بقى معايا هنا للفراخ من اول الفيديو واخر الفيديو. في اول الفيديو الفراخ كانت نايمة اجهاد حراري في عمر صغير، الجو بيجي الظهر بيبقى حر جدا، فالليمون مع الخل لطف جسم الفراخ قلل الاجهاد الحراري. الفرخ بدأ يسحب في العلف ويسحب في المية. طبعا بعد عمر ال10 ايام هيبقى فيه معاملة تانية خالص، هنشيل اللمبة الحمراء خالص يا بنات وهنستعمل اللمبة البيضة. النهاردة عمر 5 ايام لسه مستعملة اللمبة ال200. ممكن بكرة او بعد بكرة بالكتير ان شاء الله اشيل اللمبة ال200 واحط لمبة 100 يومين 3، وبعد كده استغنى عنها خالص واحط لمبة بيضة، بحيث نكون عدينا الاول 10 ايام اللي هم الفراخ بتحتاج فيهم درجة حرارة عالية، وبعد كده هنقلل درجة الحرارة لحد ما نوصل لدرجة حرارة 24 اللي هي الدرجة العادية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللي عنده اي حاجة او اضافة زيادة على موانع الصيف يكتبها في الكومنتات علشان الكل يستفاد. وانتظروني في فيديو جديد بأمر الله اقول لكم كل الخطوات اللي هتتبعيها طول فصل الصيف. مع السلامة.